مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي بالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الرئيس أفورقي يهنئ ولي العهد السعودي. وزير الخارجية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ودول عدم الانحياز. أوضاع مبشرة للمزارع في صنعفة. دعوات دولية لاحتواء التصعيد بعد مقتل المئات في لبنان بغارات إسرائيلية. الرئيسان الأمريكي والإماراتي يدعوان لوقف إطلاق النار بغزة. مواجهة في الجو بين مقاتلات يابانية وطائرة روسية. السلام عليكم ورحمة الله. بعث الرئيس أفورقي رسالة تهنئة لولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94. أعرب الرئيس أفورقي في رسالة التهنئة التي بعثها باسمه وحكومة وشعب إريتريا عن تمنياته بدوام الصحة للأمير محمد بن سلمان ومزيد من التطور والازدهار لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق. يحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر من كل عام. شارك وفد إريتريا برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وضم سفيرة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسماغاميان في اجتماعات مستقبل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز على هامش الدورة 79 للجمعية العامة. وفي الاجتماعين المنعقدين يومي 22 و23 من سبتمبر ألقى وفد إريتريا خطابات أوضح فيها موقف إريتريا من القضايا المطروحة. من ناحية أخرى، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بوزيري خارجية السودان وفنزويلا في 23 من سبتمبر الجاري، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واتفق الوزير عثمان صالح ووزير الخارجية السوداني حسين عوض علي خلال اللقاء على تعزيز العلاقة الثنائية والعمل معا من أجل السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز التعاون الثنائي في المحافل الدولية. وشكر الوزير حسين عوض علي شعب وحكومة إريتريا على دعمهم المبدئي لشعب وحكومة السودان خلال هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها السودان. وبحث الجانبان خلال اللقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي القضايا المتعلقة بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتنسيق التعاون بين أعضاء مجموعة الصداقة لتنسيق الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. أفاد مكتب الزراعة في مديرية صنعفة بأن الذرة المزروعة في مساحة 10,655 هكتارا توجد في وضع مبشر بفضل هطول أمطار كافية. وأوضح خبير تنمية النباتات السيد عقباي مبرهتون بمعدل هطول أمطار لهذا العام وصل إلى 747 ملم منذ بداية شهر إبريل وحتى بداية شهر سبتمبر. وبلغت المحاصيل المزروعة في موسم الربيع والصيف في مرحلة إثمار والقطاف. ودعا المزارعين لمتابعة مزارعهم جيدا حتى الحصاد والقيام بالمراقبة من الآفات. وذكر المزارعون بأن هطول الأمطار لشهرين دون انقطاع ساهم في نمو المزارع جيدا ويتوقعون حصاد محاصيل وفيرة نتيجة للأمطار وتقديم الحكومة للبذور والجرارات في الأوقات المناسبة. وقد تم زراعة 82.3% من الأراضي المزروعة بالذرة و15.5% بالبقوليات و2.2% بالبذور الزيتية في مديرية الصنعفة. تلقت كلية الهندسة والتقنية في ماي نفحي دعما بالأدوات الدراسية بقيمة 65 ألف دولار من الإريتريين المهتمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح عميد الكلية الدكتور رائز رآي أن الدعم المقدم والذي هو عبارة عن أجهزة خدمات الخادم لربط الشبكة الإلكترونية سيساعد في العملية التعليمية والاتصال في العمل. وذكر أن المعدات الحديثة المقدمة تضمن الخدمات السريعة في تعليم الذكاء الاصطناعي والمكتبة الرقمية والاتصالات الداخلية والإنترنت اللاسلكي. وشكر مقدمي الدعم. كلية الهندسة والتقنية التي تقدم الخدمات التعليمية المنتظمة من 18 من سبتمبر للعام الدراسي 2024-2025 تستقبل 1524 طالبا من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة.
نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالإقليم الأوسط دورة تدريبية للمدربين من أعضاء الاتحاد اللواتي يعملن في الدوائر الحكومية والمؤسسات على فترتين، الأولى في 19 والعشرين والثانية في 23 والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، حول التنظيم وثقافة العمل. وذكرت سكرتيرة الاتحاد بالإقليم الأوسط السيدة آلم بلاي في كلمتها حق الإناث ما فوق 16 من العمر في الانضمام بأنشطة الاتحاد وتعزيز مساهماتهن في الشؤون التنظيمية والاجتماعية، موصية إياهن بالاستفادة من الدورات التي ينظمها الاتحاد والفرص التي تتاح لهن بذات السياق لتمكينهن من الاكتفاء الذاتي. وعبر المدربون عن شكرهم للاتحاد لإتاحة الفرصة لهم لمشاركة وتدريب أعضاء الاتحاد، موصين المتدربات على تدريب وتأهيل زميلاتهن في العمل. استشهد اليوم 24 من سبتمبر المناضل الصحفي محمود صالح أحمد شاكر عن عمر ناهز 79 عاما جراء مرض ألم به في مدينة كسلة في السودان. التحق الشهيد محمود شاكر بصفوف جبهة التحرير الإريترية في عام 1963، ونضل ضمن القوات القتالية قبل التحرير، وعمل بعد التحرير في وزارة التعليم في قسم تجهيز مناهج تعليم اللغة العربية، ثم انتقل بعدها إلى وزارة الإعلام ليعمل في قسم جريدة إريتريا الحديثة، حتى وصل إلى مسؤول وحدة تحرير الأخبار ليخدم شعبه ووطنه بكل تفان وإخلاص. الشهيد محمود رب أسرة وأب ل7 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى ظهيرة اليوم في مدينة كسل السودانية. وتعرب وزارة الإعلام عن بارق حزنها لاستشهاد المناضل الصحفي محمود صالح، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملاء العمل. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. بعد يوم دام في لبنان قتلت خلاله إسرائيل أكثر من 500 شخص بينهم عشرات الأطفال حسب وزارة الصحة اللبنانية، توالت ردود الفعل الدولية الداعية إلى احتواء التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوترات. وصدرت الدعوات من عواصم عربية ودولية بينها باريس وواشنطن. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان. وقال الوزير الفرنسي في الأمم المتحدة بنيويورك إن بلاده تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمرا للجميع بدءا بالسكان المدنيين. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام في غزة والإفراج عن المحتجزين. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وبن زايد شددا خلال اجتماعهما في واشنطن على التزامهما بمواصلة العمل لإنهاء الحرب في غزة، ودعيا إلى ضمان سلامة وأمن ووصول العاملين في مجال الإغاثة إلى جميع المحتاجين في القطاع. كما دعا الرئيسان إلى خلق الظروف اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية الفعالة في غزة، وأكدا مجددا على أن جميع أطراف الصراع يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. والتقت نائبة الرئيس كمالا هاريس أيضا برئيس دولة الإمارات على نحو منفصل في اجتماع مغلق. استخدمت طائرات مقاتلة يابانية الصواريخ المضيئة لإجبار طائرة استطلاع روسية على مغادرة المجال الجوي لليابان، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن التعاون العسكري الروسي الصيني في المنطقة. وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إن عددا من المقاتلات F-15 و F-35 اليابانية انطلقت وأطلقت الصواريخ المضيئة بعد أن تجاهلت طائرة تابعة للبحرية الروسية تحذيراتها. وأكد الوزير أن هذا كان أول توغل جوي روسي معلن منذ يونيو 2019 عندما دخلت قاذفة من طراز توبوليف 95 المجال الجوي الياباني جنوبي أوكيناوا وحول جزر إيزو إلى الجنوب من طوكيو. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا طلب من المسؤولين الحكوميين الرد بحزم وهدوء على الحادث بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في منطقتين شمالي البلاد بسبب فيضانات بعد أيام من هطول أمطار غزيرة. وقدمت الحكومة 20 مليون يورو كمساعدة إغاثية، وأسفر هطول الأمطار الغزيرة عن غمر المياه للعديد من الطرق في المنطقتين. وأجلي ما يربو على 2500 شخص من منازلهم، وتضررت عدة مبان ومدن من بينها بولونيا ومودينا ورافينا، وكذلك مدينة ريميني الساحلية على ساحل البحر الأدرياتيكي. وأسفر الطقس السيء العام الماضي عن وفاة 17 شخصا، ووصلت قيمة الأضرار المادية إلى مليارات اليورو. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. الرئيس أفورقي يهنئ ولي على العهد السعودي. وزير الخارجية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ودول عدم الانحياز. أوضاع مبشر غالي المزارع في صنعفه. دعوات دولية لاحتواء التصعيد بعد مقتل المئات في لبنان بغارات إسرائيلية. الرئيسان الأمريكي والإماراتي يدعوان لوقف إطلاق النار بغزة. مواجهة في الجو بين مقاتلات يابانية وطائرة روسية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.